كنا قبل الفاصل قد ذكرنا الحالات الثمانية لتفخيم الراء في القرآن العظيم كله، وألخصها مرة ثانية علنا نحفظها إن شاء الله، مع أنها سهلة جدا. 3 حالات سببها الفتح، 3 حالات سببها الضم، وحالتان خاصتان سأذكرهما بعد قليل. تفخم الراء إن كانت مفتوحة مثل رمضان، ساكنة وقبلها مفتوح مثل مرقدنا، مريم، ساكنة وقبلها ساكن وقبله مفتوح مثل والعصر، والعصر. هذه حالات التفخيم للفتح. أن تكون مضمومة مثل كفروا، أن تكون ساكنة وقبلها ضم مثل القرآن، أن تكون ساكنة وقبلها ساكن وقبله مضموم مثل خسر، خسر عند الوقف على الراء بالسكون. هذه 6 حالات. الحالة السابعة أن تكون الراء ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء غير مكسور، وهي قوله تعالى: وإرصادا لمن حارب الله ورسوله إن ربك لبالمرصاد فرقة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة في قرطاس. هذه الكلمات ال4. الحالة الثامنة أن تكون الراء ساكنة وقبلها كسرة عارضة، وقلنا معنى عارضة يعني كسرة همزة الوصل، لأن همزة الوصل كلها عارضة، سواء نطقنا الهمزة كالبدء بقوله تعالى ارجعوا، أو لم ننطق الهمزة في درج الكلام ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، أو كقوله تعالى أمر تابوا، أمر، ولا نقول أمير، لا نرقق الراء بحجة أن قبلها كسرة، نراعي بأن قبلها كسرة عارضة وهي كسرة همزة الوصل. هذه حالة تفخيم الراء في كل القرآن. من عرفها يقرأ القرآن كله فيفخم الراءات المطلوبة بإذن الله تعالى. أما حالات الترقيق فهي 4 حالات سنراها إن شاء الله تعالى الآن على اللوحات التالية. نرى على اللوحة حالات ترقيق الراء. أولا إذا كانت الراء مكسورة نحو كريم، ريح، وإلى هذا أشار ابن الجزري بقوله ورقق الراء إذا ما كسرت، ورقق الراء إذا ما كسرت. طبعا ما هنا زائدة بالنسبة لإخواننا، يعني ماذا ما إعراب ما؟ يقولون في النحو أيها الإخوة أخي أفيدك فائدة ما بعد إذا زائدة. زائدة يعني بمعنى زائدة نحويا، وإلا هي من حيث المعنى لتوكيد المعنى، يعني ليس لها عمل إعرابي، ولكن العرب تستعملها لتوكيد المعنى. ورقق الراء إذا ما كسرت يعني إذا كسرت. هل عرفتم لماذا يقولون زائدة؟ لو حذفناها من الكلام ماذا نقول؟ هل يتأثر المعنى؟ ما يتأثر. ورقق الراء إذا كسرت، إذا ما كسرت. نعم، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية كما نرى إذا كانت الراء ساكنة وقبلها كسرة أصلية، لاحظوها، وليس بعدها حرف استعلاء. لما قلنا وقبلها كسرة أصلية خرجت الحالة الثامنة من حالات التفخيم مثل ارجعوا والذي ارتضى لهم، وليس بعدها حرف استعلاء خرجت الحالة السابعة من حالات التفخيم كقوله تعالى قرطاس لبالمرصاد فرقة وإرصادا. فمثال أن تكون الراء ساكنة وقبلها كسرة أصلية قوله تعالى فرعون، فرعون. وإلى هذا أشار ابن الجزري رحمه الله بقوله كذاك، يعني رقق الراء متى؟ بعد الكسر حيث سكنت، سكنت الراء يعني فاعل سكنت هو الراء، كذاك بعد الكسر حيث سكنت يعني الراء. إذا نقول فرعون ولا نقول فرعون. نعم، لاحظوا هذا بارك الله فيكم. إذا سكنت الراء وقبلها كسرة نرقق. مثلا عندنا في سورة الغاشية فذكر إنما أنت مذكر، لما نقف عليها مذكر الراء ساكنة وقبلها كسرة.
لست عليهم بمسيطر، الراء ساكنة وقبلها مكسور. ولا نقول إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، كما أسمع من بعض إخواننا هداهم الله. لا بد من ترقيق هذه الراء لأنها ساكنة وقبلها مكسور. ننتقل إلى الحالة الثالثة من حالات الترقيق كما نرى على اللوحة، وهو إذا كانت الراء ساكنة وقبلها ساكن غير مستعل وقبله مكسور، نحو حجر، حجر، قدير. لاحظوا هذين المثالين، الراء ساكنة فيهما وقبل الراء ساكن غير حرف استعلاء وهو الجيم في كلمة حجر، والياء المادية في قدير، وقبل هذين الحرفين مكسور وهو الحاء في كلمة حجر والدال في كلمة قدير. إذا نقول هل في ذلك قسم لذي حجر؟ السحر، كل هذه قدير، كل هذه الأمثلة الراء فيها ساكنة وقبلها ساكن وقبله مكسور، لذلك الراء مرققة. هذه الحالة الثالثة. لاحظوا بارك الله فيكم بأن الحالة الأولى والثانية والثالثة من حالات ترقيق الراء سبب الترقيق فيها هو الكسرة، سواء كانت الكسرة على الراء نفسها مثل ريح، كريم، أو كانت الكسرة على الحرف الذي قبل الراء والراء ساكنة مثل فرعون، أو كانت الكسرة على الحرف قبل الراء مثل قوله تعالى حجر، السحر، قدير. ننتقل إلى الحالة الرابعة من حالات ترقيق الراء، وهو إذا سكنت الراء وسبقت بياء لين. ياء لين يعني ياء ساكنة قبلها مفتوح، نحو قوله تعالى كما نرى خير، لا ضير. ونضيف أيضا غير، مثلا في الفاتحة لو واحد تعب أو ضاق نفسه فقال صراط الذين أنعمت عليهم غير، فيرقق الراء لأنها ساكنة وقبلها ياء لين ساكنة، فعندئذ يرقق الراء ولا يقول خير، لا يقول ذلك، ولا يقول ضير. لو كان الحرف الفاصل بين الفتحة والراء غير الياء لفخمنا، مثل والعصر، القدر، ولكن لما كان الفاصل بين الفتحة والراء هو الياء اللينية، لذلك فإننا من أجل الياء طبعا أم الكسرة، نحن كنا نرقق من أجل الكسرة وهي بنت الياء، فما بالكم لو جاءت الأم وهي الياء. لذلك الياء اللينية من مسببات ترقيق الراء. هذه هي حالات ترقيق الراء أيها الإخوة، 4 حالات كما شرحتها لكم: أن تكون الراء مكسورة، أن تكون الراء ساكنة وقبلها مكسور، أن تكون الراء ساكنة وقبلها ساكن وقبله مكسور. الحالة الرابعة طبعا ساكنة وقبلها ساكن غير مستعل وقبله مكسور. الحالة الرابعة أن تكون الراء ساكنة وقبلها ياء لينية، وهي كقوله تعالى خير، لا ضير، غير. هذه الحالات ال4 في كل القرآن، هذه الحالات ال4 وليس ثمة غيرها.